أنا وصلت إلى قناعة أن جميع المنافسات في هذه الدنيا غير شريفة، ما عدا نوعين من المنافسة: أن تنافس شخصا في طاعة الله، أو أن تنافس نفسك فقط. هيجي واحد يقول لي ليش؟ طب يا أخي أنا بنافس فلان، أنا بنافس فلان، لا يكون الآخر هو معيارك، لا يكون الآخر هو معيارك. يعني مثلا أخي مصطفى مثلا دخله الشهري كذا كذا، لا أنا قد أشد حيلي كذا لين أكون أعلى من أخي مصطفى. طب ليه؟ هذه ستولد الحقد والحسد والأنانية والشك وسوء الظن وكل أمراض القلوب. هو فعل كذا بدأ فعل كذا، أنا كذا وأسوي كذا. طب ولد فلان يا أخي أنا شفت مشهد يعني قدام عيني حصل. هذا واحد من الأولاد جاب الشهادة لأبوه وأنا جالس، الولد جايب 98. أول شيء قال له أبوه: والله ممتاز ما شاء الله عليك 98، الله يوفقك يا ولدي. بعدين طالع في أسفل الشهادة ترتيب الولد الثالث. قال له: أفا مين الأول؟ قال فلان. قالوا: مين الثاني؟ قال فلان. طيب هم أحسن منك في إيش؟ يا الله. قال الولد جايب 98 يا آدم، وأنت تقول له ليش ما يكون يعني معناته يا أخي مصطفى شو الخطورة فين؟